بهاد التكنولوجيا ديالنا وهادشي كامل اللي وصلنا ليه راه ما كنفكروش في الاجيال القديمه. وتصور معايا دابا ديونا غا على عقلي، تصور معايا يجي شي طوفان يديلك الدول المتقدمه كامله بما فيها امريكان اتسيتيرا، يديلك كلشي. نقولوا حنا يبقاو غير شي دول سائره في النمو في افريقيا هنايا، ولا غادي تقدم العالم وراه غنعاودوا ازيرو. دونك حتى حنا حضاره اللي انانيه، وانا كيبان لي راه حتى حنا غادي نموتوا في دي سيركونستانس اللي ما معروفاش. ودوك اللي غادي ينجاو غادي يبداو مساكن غير يسمعوا عصر التكنولوجيا، النهضه، القوى العالميه، وغايعاودوا ازيرو. ما كاينش فيكم اللي ما كانش كيتسارى هاد الايامات في السوشيال ميديا وما شافش هاد الصوره ديال مراه فوق فاقو واللي عايم فوق الماء. هذا فيلم واللي التتر ديالو نوير. الفيلم تصدر طوندونس اون فوا تلاح في نتفليكس. هذا الفيلم ومن خلال الفيدباك ديال الناس كيقولوا بلي راه فيلم زوين. حتى انا طلعت لي ديك الصوره، وبمجرد ما شفت الفيدباك واللي تقريبا 90% بوزيتيف، البارح في الليل قررت نتفرج فيه. بمجرد ساليته قلت مع راسي واش هذا الشيء اللي فهمت من هذا الفيلم كاع الناس فهموا ولا غير انا؟ وشنو علاقه الكونسيبت ديال الفيلم بسفينه سيدنا نوح؟ حاولت نقرا بعض لي كومونتير وتقول واش لقيت شي واحد اللي عنده نفس لا فيزيون، يعني شاف الفيلم من نفس لا فيزيون ديالي. قلت مع راسي هدا لا هادشي خاصني نبارطاجيه مع الفانز ديالي في لاباج ديالي، وبلا ما تحاولوا تقلبوا في لي زاناليز، حيت هادشي اللي غادي نحلل معكم راه ما غتلقاوه حتى في شي تحليل اخر. غيكونوا هانيين. نبداو على بركه الله. في الاونه الاخيره السينما الاسبانيه ولات كتخرج باعمال سينمائيه ناجحه، وهذا الشيء على الصعيد العالمي، بحال السيري الناجحه مثلا لا كاسا دي بابيل، فيلم الاثاره والرعب بلاتفورم، وزيد. ودابا الفيلم واللي غنهضروا عليه نوير اللي كتعني بالعربيه لا مكان. فيلم قصه اسره اسبانيه واللي مكونه من بطله الفيلم مايا اللي حامله بنتها الثانيه من بعد ما حرمتها الدوله من بنتها الاولى. علاش؟ حيت احداث الفيلم كتدور حول زمان اللي الاوضاع الاجتماعيه والاقتصاديه ديال اسبانيا تدهورات ديال بصح، الشيء اللي خلى الامن ديال تما يقتل الاطفال والنساء الحوامل. بيان سور حيت البشر هنا ولا اكثر من الموارد اللي كاينه، القوت والمواد الغذائيه. هذه تقدروا تربطوها بالمؤامره والمليار الذهبي في عالم اللي ولا شغلهم الشاغل هو الماكله اللي قليله، ولات هي اولويات المجتمع. مايا وفي ظل هذه الظروف كامله قررت تهرب مع الزوج ديالها نيكو لشمال اوروبا، ربما ايرلندا هذيك، حيت ما متاكداش واش ايرلندا ولا الانجليز. اول ملاحظه جاتني ديك اللحظه على بالي هي هذا الوضع اللي عرفته اسبانيا في الفيلم ديال قله الموارد والتغذيه. شكون قال؟ ربما العالم يعرف هذا الشيء مستقبلا، في ظل هذه العشوائيه والتبذير اللي غادي فيه العالم، في ظل عدم التخطيط ديال العالم للمستقبل. ثاني حاجه لاحظتها هو الكونسيبت الحقيقه ديال هذه الهجره. ما رديتوش البال في العالم كامل ما كايناش شي دوله كيهاجروا ليها من اجل تحسين المستوى المعيشي، كاينه في الجنوب. كاع الدول الغنيه كتمركز في الشمال، دونك ديما كاينه الهجره من الجنوب للشمال. ما تقولوليش استراليا، استراليا جات شويه الحقيقه في الجنوب، ولكن هذيك تبقى اكسبسيون. ما علينا، كتبقى ملاحظه اللي مهمه. المهم من بعد ما قررت مايا تهرب هي والزوج ديالها باش تنقذ الجنين الثاني ديالها من الامن الاسباني، التجؤوا للهجره السريه مع واحد من لي ترافيكون ديال التهريب في المرسى. والمفاجاه هاد لو ترافيكون هاد الشخص طلع مغربي، مره كيلوح كلام مغربي. بيان سور هنا كاين واحد شويه ديال الخبث من الفيلم كإشارة منهم أن المغاربة معروفين زعما بالترافيك. مايا والزوج ديالها اتفقوا مع هاد لو ترافيكون باش يخرجوهم خارج إسبانيا فاغو. من بعد شاءت الأقدار أن مايا تفارق على الزوج ديالها، كل واحد غادي يمشي فاغو. مايا غتمشي فاغو واللي هاز الأطفال والنساء الحوامل، واللي للأسف في الآخر كلشي غادي يموت، غتفلت غير مايا. المهم ما بغيتش نخوض معكم في التفاصيل باش ما نحرقش عليكم الفيلم، حيت انا اللي كيهمني هو نوصل لكم الرسائل الخفيه واللي وصلاتني في هذا الفيلم. المهم مايا غتلقى راسها في اخر المطاف في وسط فاغو كيعوم في عرض البحار، في عرض المحيط، من بعد ما كان فوق سفينه تقلب البحر بسبب عاصفه. وهنا غادي تبدا سلسله ديال المعاناه، سلسله ديال قتال مايا من اجل التشبث بداك بصيص الامل وبصيص الحياه.
بيان سور وسط هاد الشيء كامل غيدوزو مجموعه ديال العبر ومجموعه ديال الرسائل اللي غيبغي يدوزو منا مخرج الفيلم ألبرت بينتو. اول عبره غنستخلصوها هي دور الاسره. مايا ميم عرفت راسها في واحد الظروف اللي صعيب انها تعيش، راه كان ربما الموت رحيم ليها، ولكن لا ما قررتش انها تنتحر باغ اكزومبل. ولكن اكوا الصغيره كانت هي السبب الاول اللي خلاها توصل لهذا الشيء كامل، هو ديك بنتها اللي في كرشها على ودها هاجرات هي والزوج ديالها باش ما يقتلوهاش كيف ما قتلوا لها الاولى. دونك بنتها كانت مصدر قوه واللي خلاها تشبت بالحياه. وهنا دور الاسره. هادشي راه عندنا حنا في الدين ديالنا، حنا علاش كاينين؟ من اجل العباده واستمراريه النسل ديالنا. دونك مايا شمرات على كتافها وقررت انها تعيش من اجل الطفله ديالها. اول امتحان غادي تحط فيه مايا هو الولاده. هنا وكأن المخرج بغى يحطنا نديرو مقارنه، يعني بحال بغى يحط جوج ديال الاوجاع في ميزان. وجع المعاناه ديال وحده اللي في عرض المحيط بوحدتها لا رحيم ولا حنين، ووجع وحده اللي كتولد. وهنا غير للاشاره وجع الولاده كنظن راه اكثر درجه في الالم اللي كاينه، الله يسمح لنا من الوالدين. مايا دوزات هذا الامتحان وقررت انها تعيش، وحتى ديك الابنه اللي ولات معها حتى هي تبقى عايشه. وباش يتحقق هذا الشيء كامل راه ما كافياش غير الاراده ديالها، راه خاصها تبلانيفي وتخطط للماكله للشراب لذاك الفاكو ما يغرقش بيها، تفكر لدابا والمستقبل. هنا مايا راه كتمثل لنا المجتمع، ودايوغ المراه هي المجتمع. مايا كتمثل لنا الدوله وكيفاش ان الدوله خاصها تبلانيفي الموارد ديالها، باغ اكزومبل دير السدود باش تحافظ على الماء ديالها وبزاف ديال الحوايج. يعني خاصها تخطط لدابا والمستقبل الا بغات تحافظ على الحياه فوقها. باش تكمل مايا كان خاصها تادابط مع المليون اللي فيه هي دابا. شفناها كيفاش شربات من الماء ديال الشتاء، ولكن ما فكرتش غير في ديك اللحظه، فكرت حتى من بعد، كونسيرفاتو وخبعاتو باش ينفعها من بعد. وشفنا كيفاش كان خاصها تصايب رمح، خاصها تصايب شبكه باش تصيد الحوت اللي غادي تاكل. واشاك فوا توصل لشي هدف تنحسوا بالفرحه ديالها. هنا كيبين لنا المخرج باللي داخل كل واحد فينا واحد الطاقه اللي كبيره وربما هو براسو ما عرفهاش. وهنا واحد الحاجه مهمه قبل ما ننسى، بنتها سمتها نوا. هذا اسم اللي كيسميو به اليهود بزاف، اسم قديم عندهم. نوا راه هي نوح. هنا ما نكذبش عليكم، انا الفيلم جاني كفكره فيه اقتباس من قصه سيدنا نوح في الاسرائيليات. لحقاش علاش الله سبحانه وتعالى امر سيدنا نوح باش يصنع السفينه؟ من اجل استمراريه النسل وباش البشريه تبقى وتكاثر من بعد وتبقى. دونك المخرج تعمد انه يختار اسم نوا واللي هي نوح لديك البنت، حيت اليهود كيسميو بزاف نوا للبنت ماشي للدري. بغى يبين لينا كيفاش ديك الام كتقاتل من اجل نوح، من اجل استمرار النسل. والواعره في هادشي هي في الاخر خطبت البنت ديالها وقالت لها ناضلي وتقاتلي، راه خاصنا نعيشو باش نقولوا هادشي اللي وقع لينا، هاد المعاناه اللي وقعت لينا نعاودوها الناس راه غادي تيقونا. وهنا بغيتكم تركزوا معايا مزيان، راه كاين حضارات غابره اللي دازوا وما عرفنا عليهم حتى شي لعبه. ولعل خير مثال هو الحضاره الفرعونيه، ما عارفين لا كيف صنعوا دوك الاهرامات ولا حتى لاش كيليقوا هاد الاهرامات. كلشي كيبقى غير نظريات. علاش؟ حيت هاد الحضارات كانوا انانيين. لو كنفكروا في الاجيال القديمه وفكروا انهم ينقلوا تجاربهم وداكشي اللي وصلوا ليه، اكتشافاتهم، كاع داكشي اللي وصلوا ليه كون بارطاجاوه، يعني خلاوه كوم باتريمون الاجيال القديمه والعالم كامل. حيت ماشي بنادم يكون اناني ويقول غير اللوكال ديالي، العالم كامل كل اختصروا علينا الطريق بزاف. كل ربما هادشي اللي كتشوفونا وصلنا ليه دابا وصلنا ليه اضعاف واضعاف، ربما راه حنا كنطيروا في شي سفن فضائيه ولا شي لعبه. هادو حضارات اللي نعاود نقول لكم حضارات اللي انانيه، ماتوا في دي سيركونستانس اللي ما عرفناهاش، دفنوا السر ديالهم معاهم، بقى غير الاسم ديالهم في التاريخ. وراه هادشي اللي كنعيشوا حاليا حنا نيت، راه حنا انانيين بهاد التكنولوجيا ديالنا وهادشي كامل اللي وصلنا ليه، راه ما كنفكروش في الاجيال القديمه. وتصور معايا دابا ديونا غير على عقلي، تصور معايا يجي شي طوفان واللي يديلك الدول المتقدمه كامله بما فيها امريكان اتسيتيرا، يديلك كلشي. نقولوا حنا يبقاو غير شي دول سائره في النمو في افريقيا هنايا، ولا غادي يتقدم العالم وراه غنعاودوا ازيرو. دونك حتى حنا حضاره اللي انانيه، وانا كيبان لي راه حنا غادي نموتوا في دي سيركونستانس اللي ما معروفاش. ودوك اللي غادي يجاو غادي يبداو مساكن غير يسمعوا عصر التكنولوجيا، النهضه، القوى العالميه، وغايعاودوا ازيرو. كتبعكم فاميليا، السلام عليكم.